السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في عنا هون طريقة ورق العنب بالحمض. أنا عندي هون 3 كاسات و3 أرباع كاس رز. عندي هون لحمة بعظمه، عندي نص كيلو لحمة، وتقريبا معلقتين أكل سمنة، وعندي هون بهارات، عندي ملح، فلفل أسود، بهارات السبعة، طبعا الكمية حسب الرغبة. وعندي هون مطربانين يبرق. طريقة حفظ اليبرق بتلاقوه عندي بالقناة. بنجيب معلقة، بنحاول نفضي الضغط يلي بقلب المطربان. وانا هلا هون روحت الضغط من المطربان، شايفين هاللون هاليبرق ما شاء الله، لون حلو. وطريقة حفظ اليبرق بالمي والملح، بضل عندك سنتين بالمطربانات ما بيجي شي ابدا. انا هلا هون بحط اليبرق بطنجرة، بحاول بغير عن اليبرق 3-4 مرات بمي حلوة لحتى احلي اليبرق من الملح. بعدين بحط الطنجرة على الغاز تقريبا هيك، بعطيه بس فورة فورتين، وبعدين ببلش بلف اليبرق. هلا هون مثل ما شفتوا انا فضيت 4 كاسات الا ربع تقريبا رز، وحطيت رشة ملح ومي سخنة بنقع الرز تقريبا لمدة نص ساعة. انا جبت طنجرة مثل ما كنتم شايفين، رح اصف اللحمة بارضية الطنجرة. انا رح اطبخ اليبرق بطنجرة ضغط اليوم. بحط حبات توم مع اللحمة، وعندي هون توم كمان، انا بفرم التوم مشان المرقة. بحط نص معلقة ملح، وبحط تقريبا معلقتين او 3 نعناع يابس. وانا هلا هون بعد ما نقعت الرز وغسلته رح نحط المكونات. انا عندي هون مثل ما قلنا معلقتين سمنه، معلقه اكل، وعندي هون بهارات السبعه، فلفل اسود وملح، نص كيلو لحم. هلا انا باشرت بلف اليبرق مثل ما نكون شايفين. مثل ما بنعرف في كذا طريقه للف اليبرق. انا بحب اول شيء اسكر اليبرق بعد ما احط الرز، وبعدين اسكر الجناب هيك من الاطراف وبلف اليبرق. وهلا هون طريقه تانية مثل ما نكون شايفين، بحط الرز، بسكر الاطراف، بعدين بنلف اليبرق. بنجيب كيس نضيف، اي نوع كيس، بنباشر هيك نلف اليبرق بالكيس. طبعا مثل ما قلنا بالنهاية حسب رغبتكم شلون بتحبوا تلفوا اليبرق بتلفوه. وانا هلا هون خلصت تقريبا لف اليبرق، ضل علي تقريبا يبرقتين 3 بخلصهم وبصفهم بقلب الطنجرة. هلا هون حطيت النعناع والثوم، وحطيت فلفل اسود وملح وملح الليمون، وحطيت صحن هيك ضغطت اليبرق، نزلت عليه مي غالية. وهلا هيك انا ضغطت الطنجرة، سكرت الغطا وسكرت غطا البخار كمان. اعير الطنجرة لمدة 35 دقيقة. بعد 35 دقيقة بنفتح غطا الطنجرة وبنرجع بنشوف اليبرق اذا كان استوى ولا لا. وهلا هيك بعد مرور 35 دقيقة خلصت الطنجرة، فتحت انا الغطا وشفت اليبرق ومية الحمض والملح كله كان تمام ما شاء الله. وهذا كان غدانا لليوم، الحمد لله رب العالمين. هيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى منكم تجربوا الطريقة وما رح تندموا بإذن الله. من فضلكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. السلام عليكم.